عايز تتقبل في الكليه الحربيه او كليه الشرطه، طب ما ايه يعني؟ طب ما كل العدد اللي قدامك ده عايزين يتقبل في الكليه الحربيه وكليه الشرطه، عندك انت ايه جديد يفرقك عن كل دول ويميزك عن كل دول؟ اول فكره في الفيديو ازاي تميز نفسك ان شاء الله وسط العدد المهول اللي بيقدم سنويا ده. الاوراق بتاعت التقديم كتيره يا كابتن وانا مش عارف اجهز الاوراق امتى لان وقتي في الثانويه العامه مهم جدا وبيتحرق مني. دي تاني فكره في الفيديو، امتى وازاي تجهز الاوراق بتاعتك عشان ان شاء الله ما تحرقش وقت في الثانويه العامه، لان وقتك في الثانويه العامه مهم جدا. مش عارف انزل جيم يا كابتن واظبط جسمي رغم ان في صحابي كمان بينزلوا جيم وبيتمرنوا وانا بركز في المذاكره بس عشان المجموع زي ما انت قلت. هقول لك برضو ازاي تجهز جسمك ان شاء الله باقل الطرق او بامكانيات بسيطه او بوقت معين كده ان شاء الله تميز نفسك بدنيا وسط العدد اللي بيقدم ده. طب التحريات يا كابتن احمد في ناس كتيره في عيلتي عليها قواضي وانا ماليش رجلي في الموضوع ده، هقول لك تعمل ايه ان شاء الله برضو في الموضوع ده. فبدون اي مقدمات كده لان قلت لك وقتك في الثانويه العامه مهم، ندخل على طول في الفيديو. الرجاله اللي في الثانويه العامه جه الدور عليكم ان شاء الله عشان تقدموا في اعظم واعرق الكليات في مصر، هي الكليات العسكريه او كليه الشرطه، وده طبعا من وجهه نظري لان الكليات دي عظيمه جدا جدا ما حلفنيش التوفيق وربنا ما كانش كاتبها لي زمان لما كنت بقدم، فيا رب يا رب يكتبها لك انت اللي بتتفرج عليا ويكون من نصيبك لو هي مكتوبه لك، وركز تحت حته ما هي مكتوبه لك دي وحط تحتها 100 خط. ندخل على طول في بدايه الفيديو. طيب ازاي تميز نفسك بدنيا وثقافيا ونفسيا وسط العدد اللي بيقدم ده؟ خطوات يا باشا تمشي عليها، خطوات بسيطه خالص تمشي عليها، بس دي الخطوات اللي هتفرق بين شخص بيحارب على حلمه بيحارب على مستقبله، لان وانس او بمجرد انك تدخل الكليه او ان شاء الله لما تتقبل في الكليه كده انت حياتك اتغيرت 180 درجه وبقى حياتك خلاص معموله في جهه معينه او في كارير معين، فاهم؟ ولا بقى تدخل كليه تجاره ولا وممكن تشتغل مدرب لما تخرج ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. لا انت يا باشا ان شاء الله باذن الله لو ربنا كاتبها لك انك تتقبل في الكليات العسكريه او كليه الشرطه باذن الله انت كده تحديد مستقبلك. فالموضوع متطلب منك فعلا انك تحارب على مستقبلك، دي ما فيهاش هزار خالص، ما فيهاش هزار نهائي 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 خالص. طيب ندخل بقى في الكلام العملي، ازاي تميز نفسك ان شاء الله وسط العدد المهول اللي بيقدم سنويا ده؟ خطوات يا باشا تمشي عليها قلت لك. اول حاجه ما تكتفيش ان السباحه اختياري مش اجباري. ليه يا باشا؟ ليه ال 10 15 درجه دول بتوع السباحه انت اولى بيهم؟ ليه ما تتمرنش سباحه؟ ليه بجد ما تتمرنش سباحه وتاخد ال 10 15 درجه دول؟ هي اختياري مش اجباري، ما عدا اللي بيقدموا في الكليه البحريه هم اللي اجباري. بس انت ليه بقى ما تتمرنش سباحه وتاخد ال 10 15 درجه دول؟ لسه في وقت معين، لسه في وقت قصدي كبير. يعني انت لو انت بتتفرج على الفيديو ده في شهر رمضان، وان شاء الله هتابع الصفحه دي او اعمل اشتراك للصفحه بتاعتي على اليوتيوب عشان هنزل لكم ان شاء الله يوميا باذن الله فيديوهين من فيديوهات تحفيزيه حقيقيه، مش فيديوهات كده وخلاص وكلام فلسفي، من فيديوهات تحفيزيه لخطوات ان شاء الله عشان تقدم. باذن الله هكون معاكم خطوه بخطوه ان شاء الله على قد ما اقدر يعني. طيب ليه يا باشا ما تتمرنش سباحه؟ اتمرن سباحه عشان انت اولى بال 10 15 درجه دول، لسه في تقريبا 5 شهور 6 شهور على الاختبارات. اتعلم سباحه فيهم، اجتهد في الثانويه العامه عشان تجيب اعلى مجموع، وده حط تحتها 100 خط. انا اتفرجت يا رجاله على كل اللقاءات للاعلاميين اللي بيعملوا لقاءات مع قيادات الكليات العسكريه، المقابلات اللطيفه دي انا اتفرجت عليها كلها وفنشتها كلها لما كنت بقدم زمان ودلوقتي. فالموضوع بالنسبه لي عرفت ان شاء الله الخطوات البسيطه ايه، او مفتاح النجاح ايه، او مفتاح السعي ايه، وحط تحت ايدك، حط تحت مفتاح السعي دي 100 خط. انت مش مطالب بالنتيجه، انت مطالب بالسعي. اسعى بس واعمل اللي عليك والباقي بقى سيبه لله، بس مش مطلوب منك اي حاجه تانية. سعيد خلاص انتظر النتيجه. مطلوب منك ايه؟ اتعلم سباحه، مهم جدا اتعلم سباحه، اتمرن، انزل اتمرن في الجيم او في البيت. انا معايا رجاله ما شاء الله بيتمرنوا في الجيم او بيتمرنوا في البيت عشان دروس الثانويه العامه والمراجعات والمعسكرات الخاصه بالثانويه العامه، بيتمرنوا في البيت والحمد لله محققين نتائج خرافيه. وانا الحمد لله غير كل المدربين اللي موجودين على السوشيال، او بحب اميز نفسي غير كل المدربين ان انا مش بهتم بالشكل بس، انا بهتم بحاجه اسمها الفتنس ليفل، او ان انا اطور لك حاجه اسمها الفتنس ليفل اللي هو معدل اللياقه البدنيه من ضغط بطن، عقله، جري مسافات طويله، الوزن المثالي، قدرتك على الجري مسافات طويله في اقل فتره ممكنه. بنعمل اختبارات انا والرجاله اللي معايا، بنعمل اختبارات وده هقوله لك في الفيديو، بس مطالب ان انت تكمل معايا الفيديو لحد اخر ثانيه. بعمل اختبارات شهريه او شبه شهريه للرجاله اللي بتتمرن معايا. عشان ايه؟ عشان اقيس بيها الفتنس ليفل بتاعهم واعرف احنا بنتطور ولا لا. لازم اعمل حاجه زي كده. فلو انت حابب انك تبدا التدريب معايا من دلوقتي، ابعت لي كلمه تدريب، على الرقم اللي هيطلع قدامك في الشاشه دلوقتي، واتساب. هنبدا تدريب انا وانت، مفيش اي تيم بيني وبينك، انا وانت بس بنكون على الواتساب باذن الله. تسيب موضوع التدريب والتغذيه ده عليا وركز انت في مجموعك في الثانويه العامه وعلاقتك بربنا، وده الجزء اللي انا هكلمكم بيه في الفيديو. فوقف الفيديو وابعت كلمه تدريب وارجع تاني كمل الفيديو. وما تنساش طبعا تبعت كلمه كتاب
او كلمه تدريب، يعني لو بعت كلمه كتاب هتستلم ان شاء الله او هتعرف تفاصيل كتاب التاهيل باذن الله. لو انت مش قادر تشترك معايا اسال على كتاب التاهيل ده، لانه كتاب PDF مشروح فيه كل حاجه خاصه بالاختبارات، وكمان برنامج تدريبي خاص بالاختبار الرياضي باذن الله هيساعدك برضه. فلو انت مش قادر على الاشتراك معايا، لان الاشتراك معايا مش غالي، الاشتراك رمزي جدا جدا كمساعده مني ليكم، ابدا ابعت كلمه كتاب عشان تستلم الكتاب بتاعك باذن الله. يعني ندخل على طول في الفيديو. مجموعك في الثانويه العامه، علاقتك بربنا وعلاقتك باهلك دول حط تحتهم 1000 خط. 1000 خط. الاعداد اللي بتقدم اعداد مهوله ما شاء الله، بتكتر سنويا، اعداد مهوله. فانت لازم تميز نفسك بدنيا وثقافيا ودينيا وبدنيا. فخلاص مجموعك في الثانويه العامه انك تتعلم سباحه كمان، دي شيء مفروغ منه، مفيش حاجه اسمها 10 15 درجه بتوع السباحه دول اختياري مش اجباري خلاص اركز في الباقي. لا، انا داخل عايز اجيب تفوق رياضي، عايز اجيب تميز رياضي، عايز اجيب نتيجه رياضيه تبهر الكليه. انا حط دي في بالك، حط دي في بالك. انا عايز اوصل مع الرجاله سواء اللي بيتمرنوا معايا او الرجاله اللي بنصحكم دلوقتي ان الاختبار الرياضي ده بقى سهل، بقى يعني تسخين، بقى ورم اب، تسخين. فاهمني؟ فركز كويس جدا في اللي انا بقوله. تاني، مجموعك في الثانويه العامه انك تتعلم سباحه عشان تجيب اعلى مجموع تقدر عليه في الاختبار الرياضي، انك تعمل انك تهتم بمجموعك الرياضي، وانك تهتم بعلاقتك بربنا. قيام الليل التزم فيه كويس جدا 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 عشان تحقق فيه او عشان ربنا يستجيب لدعائك، والدعاء فعلا بيغير القدر. طلع صدقات كتير بنيه انك ان شاء الله ربنا ينول لك المكان ده، او انك تتقبل في المكان العظيم ده سواء الكليه الحربيه او كليه الشرطه، لان ده تحديد مستقبل ما فيهوش اي هزار، ومطالب وانت مطالب انك تسعى، ما فيهاش اي هزار نهائي. تمام؟ النصيحه الجوانيه بقى، وانت بتتمرن في الجيم، لو انت ما بتتمرنش معايا يعني، لو انت بتتمرن في الجيم كده ابدا تدريب في الجيم. خلي الهدف بتاعك انك تطور الفتنس ليفل بتاعك، وتطور حاجه اسمها الباور ليفل، وتطور شكل الجسم. لكن اهم حاجه في المقام الاول هو الفتنس ليفل بتاعك، مستوياتك في الضغط والبطن والعقله والجري لمسافات طويله، وتمارين البادي ويت بتاعتك او تمارين وزن الجسم بتاعتك، وكمان التمارين الخاصه بالقوه من ديد ليفت، بنش بريس، سكوات، ميليتري بريس. كل التمارين دي ركز عليها اكتر من انك تعمل ضخامه عضليه. انت مطالب انك تعمل زياده في القوه البدنيه بتاعتك او اللياقه البدنيه بتاعتك. مفيش حد يعني الكليه مش حاطه معيار للضخامه العضليه، لكن حاطين معيار للياقه البدنيه. هم عايزين لياقه بدنيه، انت مالك يا عم؟ هم عايزين لياقه بدنيه، فانت تجهز للياقه البدنيه بس. وانا دوري كمدرب انك تجهز للياقه البدنيه. انا عرفتكم نفسي كتير، مش عارف بقى اعرفكم نفسي تاني ولا لا، بس اللي اول مره يشوفني انا احمد عصام، مدرب لياقه بدنيه، بكالوريوس علوم الرياضه جامعه المنصوره، قسم التدريب الرياضي. ما حالفنيش التوفيق للاسف لما كنت بقدم زمان بسبب غلطه كده اللي انا عملتها، ما كشفتش على جسمي قبل ما اقدم، فطلع عندي مشكله في ظهري، وطلع عندي مشكله في نظري. فللاسف ما كانش ليا التوفيق، او ما كانش ليا نصيب ان انا اتقبل في اعظم كليه من وجهه نظري، على الاقل من وجهه نظري اعظم كليه موجوده في مصر هي الكليه الحربيه للاسف يعني. فخلاص يا رب يكون كاتبها لك انت، فلازم تتعلم من اخطاء غيرك. انا ربنا ما وفقنيش بسبب ان انا ما ساعدش قوي في حته الكشف الطبي دي، اللي انا اكشف عن نفسي قبل ما اقدم. فخلاص انت اتعلم من اخطاء غيرك، اتعلم مني انا يا عم، انا راضي، اتعلم مني. اكشف على جسمك قبل ما تقدم في الكليه، اكشف على جسمك، خد لك كل اسبوع كده، خد لك كل اسبوع 10 ايام اكشف على جسمك فيهم، اعمل فيهم، خد لك الاسبوع ده مثلا عياده العظام، خد لك الاسبوع ده عياده الجراحه، خد لك الاسبوع ده عياده الرمد، خد لك الاسبوع ده عياده الانف والاذن والحنجره. يا شباب في امراض، يعني في امراض ربنا يعافيكم ويعافينا يا رب، في امراض ما بتحسش بيها، زي الناسور العصعصي مثلا، زي عمل الوان. في ناس ما تعرفش، ما تكونش عارفه انها عندها عمل الوان، او بتكون فاكره ان ده عادي وهو عمل الوان. فاهمني؟ فلازم تكشف، يعني لازم تاخد خطوه، وان شاء الله ما يكونش في حاجه، بس اطمن للضروره عشان لو في حاجه تعالجها، طيب ده الجزء الخاص بانك ازاي ان شاء الله تميز نفسك. انت كده عملت كل حاجه، انا عايزك توصل لحته ان انت عملت كل حاجه، والباقي ده بتاع ربنا مش بتاعك. يعني الباقي ده بتاع ربنا وقدر، يعني واللي كاتبه له ليك واللي كاتبه ليك. فاهمني؟ انا عايزك توصل للحته دي. انت لو وصلت للحته دي يبقى انت كده يا باشا اهلا وسهلا في قائمه الانتظار. انت خلاص لو ربنا كاتبها لك يبقى انت كده عملت كل حاجه. مش ربنا مش كاتبها لك، حاول تاني وتالت ورابع. يا شباب انا ليا زمايلي ما شاء الله دلوقتي ضباط في الجيش او الشرطه، ما اتقبلوش معايا اول سنه وقدموا تاني سنه، زمان لما كنا بنقدم وقدموا تاني سنه واتقبلوا، او ربنا وفقهم واتقبلوا.
وليا زمايلي ما اتقبلوش اول سنه وما اتقبلوش تاني سنه واتقبلوا في المحاربين والمتخصصين، وليا زمايلي برضه ما اتقبلوش اول سنه وما اتقبلوش تاني سنه وما اتقبلوش تالت سنه زي يعني انا قدمت اول سنه وتاني سنه بسبب، وخرجت برضه بسبب نفس السبب الطبي. للاسف انا معترف ان انا كنت غبي في الحته دي. بس الحمد لله يعني ربنا كاتب لي حاجه زي دي، والحمد لله اتخرجت واتجوزت وخلفت. بس برضه لسه هدفي، رغم ان شاء الله هحققه مع ابني بقى يعني الحته دي لازم احققها مع ابني. لازم ان شاء الله يكون في حد في الكليه الحربيه ويحقق الحلم اللي انا ما قدرتش احققه. فلازم لانها بتوجع يعني، لازم انت تسعى وتجتهد وتعمل كل اللي عليك عشان حلمك ان شاء الله. طيب ده الجزء الخاص بالتدريب او ازاي تميز نفسك ان شاء الله. وزي ما قلت لك لو انت حابب انك تبدا تدريب معايا ابعت لي كلمه تدريب على الواتساب ده، وسيب تدريبك بالكامل وشكل جسمك والفتنس ليفل بتاعك والباور ليفل بتاعك واختباراتك الشهريه والشبه الشهريه. سيب كل ده عليا، والباقي ده بتاعك انت يا معلم، من علاقتك بربنا، مجموعك في الثانويه العامه. ما تلتفتش لاي عمليه نصب ممكن تتعرض لها. مش عايز اقول كلمتها لان الجمله دي انا قلتها كتير والموضوع ده اتكلمت فيه كتير، لكن ما تلتفتش لاي عمليه نصب ممكن تتعرض لها. خلي ربنا هو اللي يكتب لك النصيب بتاعك عشان ما حدش ينصب عليك. خلي ربنا يكتب لك تحقيق الهدف بتاعك، او اللي ربنا كاتبه هتشوفه ايا كان هو ايه. انت مطالب بالسعي. حط تحت السعي دي مليون الف خط. يعني انت مطالب بالسعي مش مطالب بالنتيجه، فاهمني؟ وانا الحمد لله لما امنت بالايه دي او بالجمله دي، انا الحمد لله في حاجات كتير اتغيرت في حياتي، حتى نفسيا اتغيرت، فاهمني؟ طيب الجزء الخاص بالاوراق، ما تجهزش اي ورقه دلوقتي خالص، ما تجهزش اي اوراق دلوقتي. جهز الاوراق بتاعتك ان شاء الله قرب الاختبارات. يعني لو انت عيلتك كبيره بقى وفيها غلطات اسماء، عائلات الصعيد ما شاء الله تبقى كبيره وفيها ناس كتيره جدا، فالناس دي ممكن انت يعني تجهز الاوراق بتاعتهم من دلوقتي، ورقه كده حاجه بسيطه. وانا ان شاء الله هنزل لكم فيديو خاص بالاوراق، ورقه كده حاجه بسيطه، وان شاء الله تعرف تجهز الاوراق كلها. لو انت عيلتك على الضيق كده جهز الاوراق بتاعتها دلوقتي، بتجهز الاوراق بتاعتها ان شاء الله قرب التقديم، يعني على شهر 5 شهر 6، لان في اوراق زي القيد العائلي كده، في اوراق بيبقى ليها تاريخ صلاحيه زي القيد العائلي قدامه مدته 3 شهور، فخد بالك برده من الحته دي. طيب الجزء الخاص بالجيم، مش مطالب انك تنزل جيم. زي ما قلت لك في ناس بتتمرن معايا في البيت، مش بقول لك اتمرن معايا، اتمرن مع اي حد او حتى تتمرن مع نفسك، لكن نصيحه والله انك لازم يكون حد ماسكك، سواء انا او غيري، يعني انا او غيري، لكن لازم يكون في حد ماسكك، لازم يكون في مدرب ماسكك. انت لما بتتعب بتروح للدكتور، لازم يكون في مدرب ماسكك. فلو انت حابب انك تبدا تدريب معايا، وده طبعا شيء يشرفني، ابعت لي كلمه تدريب على الواتساب اللي قدامك في الشاشه دلوقتي. طيب مش هتتمرن معايا هتلعب على كلام مع نفسك، اتمرن في البيت، عقله، ضغط، بطن، جري مسافات طويله في الشارع. اعمل سيستم كامل لنفسك، ودي صعب عليك شويه، بس اتعود انك تعمل سيستم كامل لنفسك كده، تقيس بيه التطور بتاعك من ضغط، بطن، عقله، جري مسافات طويله. الارقام دي احفظها وطور الارقام دي بعد 15 يوم، بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 40 يوم، ايا كان المستوى، وطور الارقام دي والعب انك تطور الارقام دي. انت مطالب بالحته دي، فاهمني؟ انت مطالب بالحته دي يا باشا. بس انا كده كلمتكم في كل حاجه. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت اعمل اشتراك للقناه وشغل زر الجرس، عشان يوميا ان شاء الله، ده امر مفروغ منه، والمره دي بجد ما تقلقوش، يوميا على القناه دي اللي فيها 450,000 تقريبا، مش القناه الثانيه ومش القنوات الثانيه، لا على القناه دي ان شاء الله هنزل فيديو يوميا، الفيديوهين لثلاثه باذن الله. يعني اي حاجه ان شاء الله شايف انها ممكن تساعدك انك تسعى او انك تجتهد، انا ان شاء الله هدور عليها كده وهجيبها لك واحطها لك هنا في الفيديو. ربنا معاكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتبقوا مستنيين الفيديوهات بتاعتي ولا انا ببقى بتكلم كده مع نفسي. بس بالتوفيق ليكم، وما تنسوش لو حد حابب يتمرن معايا يبعت لي كلمه تدريب على الرقم ده واتساب دلوقتي، يبعت لي كلمه تدريب دلوقتي، والسعر رمزي جدا، بس باذن الله هنحقق اعلى نتائج. بالتوفيق ليكم يا شباب، بحبكم جدا جدا وربنا معاكم.